من كان على طاعة الله ومن كان على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستعد للموت. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة الكرام وهؤلاء الرجال الأكارم كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله والتقدم للقاء الأعداء كانوا لا يترددون وكانوا لا يتقهقرون، لأنهم سيستقبلون الموت بإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لأنهم سيستقبلون الموت بقتال الرافضة وبقتال أعداء الإسلام والمسلمين، لأنهم سيستقبلون الموت في قتال اليهود والنصارى والمشركين، لأنهم سيستقبلون الموت وهم يرفعون راية الإسلام والمسلمين. فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يخافون من الموت، وكانوا يستعدون للموت. فكان قائلهم يقول عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على القتال، على قتال الأعداء وعلى فلق هام المشركين، كان قائلهم يقول: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فيلقي بتمرات كن في قرنه وفي كيسه، فيقول: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. لماذا عباد الله؟ لأنهم مستعدون للموت، لا يهابون من الموت، لا يخافون من الموت ولا يخشون من الموت. أنا وأنت يا عبد الله ينبغي أن نخاف على أي هيئة سنموت وفي أي مكان سنموت، وماذا سنعمل حتى نستقبل الموت